لما قالت اضواء الشهره فعلا كان عندها حق، ودلوقتي قالت حدودي السما وبرضه لسه مصدقينها عشان حسينا ده فعلا معاها. النهارده شرف كبير جدا لينا ان احنا نكون معاها على ميلودي. معانا النجمه اللبنانيه الجميله جدا كارول سماحه. كارول اهلا بيكي على ميلودي. هاي تامر، كيفك؟ تمام الحمد لله، انت عامله ايه؟ اول حاجه مبروك على الالبوم، مبروك على النجاحات الكتير اللي ورا بعض، مبروك على الاغاني الجميله اللي بجد بتمتعينا بيها. وقولي لي الالبوم ده بيمثل لك ايه؟ هذا الالبوم يعني لي انه حاله نضوج. اكيد الفنان كل سنه عن سنه بينضج اكثر فنيا وبينضج كانسان، وهالالبوم كثير في سيره ذاتيه عني، عن قصص انا عشتها او قصص انا راقبتها حوالي اصحابي. في كثير حالات حب بهذا الالبوم، وهالحالات الحب اذا بدك بنمرق فيها كلنا. اوقات الحب اذا بدك المكسور، الحب الضايع، الحب اللي في فرح، الحب اللي في اذا بدك حنين الى الماضي. كثير حالات بحس انه بجسدها بالبوم حدود السما. طيب انت قلتي حدود السما، المعنى كان كبير قوي، يعني انا حسيت ان المعنى مش بس مجرد اسم اغنيه في البوم، المعنى كبير فعلا. ناس كتير من خلال الالبوم حسوا ان كارول سماحه في الالبوم ده ومن فتره طويله طبعا، بس في الالبوم ده حدودها فعلا السما. عملتي اغاني فعلا مختلفه، حالات فريده جدا. مين اللي بيساعدك على الموضوع؟ مين التيم اللي معاكي؟ ولا انت بتختاري كل حاجه بنفسك؟ أنا بقول دايما لازم الفنان بالنهاية لازم يكون أكيد القرار للفنان، لأنه هو بده يغني العمل وهو بده يشعر بالعمل. أكيد في عندي فريق عمل بيساعدني من مدير أعمالي لحتى عندي مستشارة إعلامية، وعندنا إكيب يعني تيم صغير نشتغل كلنا سوا. بس دايما عندي أنا الإحساس الأول هو اللي بيربح. يعني ماني من النوع الفنانين اللي بقعد باخد أغنية وبسمعها ل 20 شخص أو 30 شخص لأقرر إذا بدي أخذها، لأنه بحس إنه القرار ممكن تكون كتير متناقضة، وأوقات هذا الشيء بيضيع الفنان. فباخد آراء أشخاص كتير مقربين بس محصورة بعدد صغير، والقرار النهائي بيكون لإلي. أما بالنسبة لحدود السما، ليه سميت حدود السما؟ حدود السما يعني العنوان كتير واضح. أنا أصلا ما بحب الألبوم يكون هيك عنوانه كلمات مثلا وحشتني بس، أو مثلا أنت فين أو ازيك. لا، بحب يكون العنوان بيخبر قصة. يعني بس حدا بيطلع باسم ألبوم بحس إنه بتاخده لمطرح تاني. حدود السما كتير بتعبر عن شخصيتي، عن تطلعاتي، عن أحلامي. بحس ما عندي حدود، حتى لو يمكن أوقات بقطع بأمور صعبة بالحياة بضل عندي تفاؤل، بضل عندي نظرة بقول إنه كل شيء ممكن يصير. هيدي بتعني إذا بدك باختصار حدود السما. وبحس إنه كل إنسان مش بس بالفن لازم يكون عن جد حدوده السما لحتى يضل عنده هيك تفاؤل بالحياة. عايز أقول لك إن المسج وصلت متهيألي. يعني أنا عن نفسي حسيت إن فعلا لما قلتي حدود السما حسينا فعلا كده، ومتهيألي ناس كتير قوي حسوا الموضوع ده. بس عايز أعرف، ناس كتير من اللي بيغنوا بيعملوا أغاني كتير قوي وفي الآخر بيختاروا 10 أو 12 للألبوم. وفي ناس تانية بيبقوا عارفين قرارهم كويس جدا، بيبقوا عارفين أنهي أغنية هي اللي المفروض تتعمل. كارول سماحة أنهي واحدة؟ لا، أنا مش من بعرف إنه مزبوط في فنانين مثلا بيشتروا 20 أغنية ليختاروا 12 أو منهم حتى 25 و30 أغنية. لا، أنا ما بحب ما بحب هاي الطريقة، لأنه اوكي هلا ببعض الاحيان افضل، لانه بتصير بعدين تنقي ال 12 اللي افضل من الاشياء الحلوه. بالنسبه انا بالنسبه لإلي اذا بدي اعمل البوم فيه 12 اغنيه عن جد بكون اشتريت او اخذت 12 اغنيه، ما في ولا اغنيه بتنحط بالجرور لالبوم ثاني او لالبوم ثالث. يمكن لانه في وضوح، يعني عارفه شو بدي، عارفه شو الهدف، شو التارجت، وبنفس الوقت عارفه انه بده يكون في رومانس، بده يكون في ايقاع، بده يكون في غربي، بده يكون في شرقي. بحب يكون في مثل اذا بدك كوكتيل، بس تحط كوكتيل فواكه. بحس انه بده في شيء يزين هالالبوم من كذا لون غنائي. في وضوح، ما في يعني اذا بدك زحمه بطريقه الاختيارات. طيب كتير بتكلم مع ناس عن سرقه الاغاني او ان الاغاني بتتاخد في حتت تانية. المره دي هتكلم معاكي في ان اغانيكي هي اللي اتاخدت لتركيا، اغانيكي هي اللي اتاخدت لروسيا، اضواء الشهره ويا رب. كلمينا عن الموضوع وايه احساسك لما اغانيكي بتتغنى بلغات تانية.
اول شيء انا كثير تفاجات وكانت شغله مفاجاه كبيره لإلي. عرفت انه بتركيا اضواء الشهره عم تتغنى بالتركي مع مطربه كثير معروفه بتركيا، وعامله حركه فظيعه يعني بالكلابز بتركيا، وبالاضافه كمان لروسيا ولاوكرانيا. هذا الشيء كثير حلو للفنان لانه بيأمن له انتشار اكبر. من زمان كنت انا قبل حتى اوقات اخذ اغاني يونانيه، اخذت مره او مرتين اغنيه يونانيه وعملتها باللبناني، وفي كان صحفيه يقوموا ضد هالشيء. انا بقول بالعكس، هيدا بيساعد لانتشار الاغنيات وتبادل الثقافات. بالنسبه اغنيه اضواء الشهره واغنيه يا رب كمان اللي تغنت بالتركي وانعملت فيديو كليب وحضرناها على اليوتيوب مؤخرا، على فكره الكليب كمان حلو، وانعملت كمان مطربين بلغار اخذوا الحقوق من الفنان مروان خوري وعملوا الاغنيه بالبلغاري. بس اللي كثير بيضحك هي اضواء الشهره بتركيا بموسكو باوكرانيا. انا بيجيني اتصالات من موسكو من اصحاب يعني مقضيين فاكيشن، كارول عم نرقص على اضواء الشهره وانتوا وين باوكران؟ قلت لهم اول شيء فكرت انه مزحه يعني او حدا عم يمزح، قالوا لي لا بشي لهجه ما كانوا يعرفوا اول شيء انه تركي، اكتشفنا بعدين انه بالتركي. وانا بتمنى انه يا ريت كل اغانيه كمان بتنتشر وبتعمل بكل اللهجات، ما بزعل ابدا. طبعا. بالنسبه للكليبات مؤخرا كان في كليبات كتيره جدا ناجحه لكارول سماحه، ازاي بتقدري تحافظي على اللاين؟ ازاي بتقدري تحافظي على نقاء الاوديو والفيديو؟ بتعملي ده ازاي؟ بتعرف انا من زمان اول ما بلشت بالكليبات كنت حس انه الكليب كان يطغى على الاغنيه، يعني كنت حس انه الناس بتحكي عن الكليب كثير والاغنيه بتوصل بعد 7 اشهر. هيدا الشيء حلو ومش حلو. وفي كثير اوقات مخرجين بتحس انه هدفهم الاول هن يفرجوا هن شو عندهم، بعدين الفنان. مع المخرج الاجنبي، المخرجين الاجانب بشكل عام مش بس المخرج اللي انا اشتغلت معه، ما عندهم انانيه على نفسهم لانه هن بيكونوا حققوا ذاتهم، ما بقى عندهم انه يفرجوا دليل انه هن جامدين او هن قويه، مخرجين قويه. بهمهم انه الفنان يطلع بالايمج اللي بده اياها، بالصوره والشخصيه اللي هو حابب يطلع فيها، ويوصلوا الاغنيه، هذا الهدف الاساسي. فانا مؤخرا بكليباتي كنت عم بتبع هالشيء، ما عم بيكون كان في سيناريو بالكليبات، ولا كان في معي شاب موديل، لانه العالم العربي كله صار كل الفنانين واقف على الموديل، يعني المطربه بدها تجيب موديل معها، والفنان الرجل بده يجيب بنت كمان موديل معه. انا شوي كنت انه ما بعرف، كنت حس انه مثل كانه في خوف انه الفنان لوحده يقدر يعبي الكليب تبعه. فصار لي سنتين بس كل كليباتي عم بتكون انه عم كون لوحدي، مهم انه صوتي يوصل والاغنيه توصل، وعم بعتمد كنت على لوكيشن جديد، يعني كل اللوكيشن كنا اللي عم نشوفها بمطارح منا شايفينها، خصوصا في رجعالك مزبوط اللي تصورت بالمالديف، بجزر المالديف. وفي بعض الناس كمان بتنتقد هذا الشيء، بيقولوا طب انه ما في شيء بالكليب، انه في بس كارول انه عم تشوف بيوتي شوتس، انه شكلها حلو ومناظر حلوه، انه شو فيها ضروري، انه مش ضروري كمان انه كل كليب يكون في دراما وسيناريو وشاب انه انا عم بركض وراه وعم بيركض وراي وعم غني وعم يدلعني وانا عم دلعه، انه افكار صارت تتكرر كثير يعني بالكليب. انا كمان لاحظت ان في الاغنيه في شوطات اتاخدت من طياره، فده معناه ان كان الانتاج كان ضخم، وعلى الرغم من كده ما ركزتوش على اي حاجه اكتر من كارول والمشاهد الحلوه اللي اتاخدت. الموضوع كان مريح عينينا قوي. صح، هو كان المميز بهذا الكليب، ومؤخرا معظم الكليبات عم بيكونوا يعني بيرتكزوا على الراحه النفسيه. يعني المشاهد لما بده يحضر فيديو كليب ما ضروري يكون في تفلسف، اوقات بصير انه شو بدنا نحطه بالسيناريو، انه بالنهايه الفيديو كليب منه فيلم سينما، فيديو كليب هو هدفه بالنهايه يوصل الاغنيه. بحب انه المشاهد وهو عم بيحضر يرتاحوا عينيه، يرتاح نظره، يحس في سلام بالصوره. برجعلك بالاخص بتحس انه هالبحر وهالمكان هذا الجديد كان كافي انه ينقلك او يخليك تحلم وياخدك لمطرح هيك بفرحك وينسيك الستريس اللي انت بتعيشه بحياتك اليوميه. فكل كليباتي بهدفها الاول هو البساطه، الصوره بتحسها شيك، يعني ان كان الصوره ان كان الاضاءه، بس هذا ما بيعني انه كل كليباتي بالمستقبل رح تكون هيك، رح يكون في تغيير. يعني هلا عم بتشوفوا هلا حاليا كمان كليب جديد رح ينزل، هو اقول انساك، اللي كمان تصور بالمالديف مع رجعالك، بس اكيد بغير مود، بمود شتوي.
بس من بعد اقول انساك رح نبلش نشوف ستايل جديد بالكليبات ومناخ جديد، وحارجع شوي لستوري بورد، ورح ارجع للقصه ولدراما، لانه انا كمان اشتقت اني امثل بالفيديوز تبعي. مشتاقة تاخدني بالاحضان مثل انا وانت زي زمان، دي حاجات عودت